حلقه جديده مع اساطير ياسين. اليوم هو افضل لاعب في العالم، هو ثاني هداف ريال مدريد التاريخيين بعد كريستيانو رونالدو. لقبه الجماهير بالحكومه. من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. وكريم حافظ مصطفى بنزيما. ولد كريم بنزيما في 19 ديسمبر عام 1987. ولد لأب جزائري وام فرنسيه باصول جزائريه. ولد كريم بنزيما ممارسه كره القدم وكان عمره وقتها 8 سنوات. انضم لنادي هواه في مدينته ولعب معهم عامين، حتى رآه واحد من كشافين نادي ليون الفرنسي. انضم بنزيما لأكاديمية ليون وكان عمره وقتها 10 أعوام. وتدرج بنزيما مع فرق الشباب حتى تم تصعيده الفريق الاول في نادي ليون في يناير 2005 وكان عمره وقتها 17 عام. كان ترتيب كريم بنزيما هو الخامس بين مهاجمي نادي ليون. وفي موسم 2006-2007 لكريم بنزيما مع ليون فاز كريم بنزيما بهداف الدوري الفرنسي وايضا افضل لاعب في الدوري الفرنسي، واصبح هو المهاجم الاول للفريق. وجدد كريم بنزيما عقده مع نادي ليون وحصل كريم بنزيما على رقم 10. اصبح راتبه هو الاعلى في الدوري الفرنسي وكان عمره وقتها 19 عام. وتم استدعاء كريم بنزيما من المنتخب الفرنسي والمنتخب الجزائري، ولكن اختار بنزيما تمثيل المنتخب الفرنسي. وانضم كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي لاول مره عام 2007. وفي اول مباراه لكريم بنزيما مع الديوك سجل هدف الفوز على النمسا في المباراه التي انتهت 1-0. وفي عام 2008 تقدم نادي برشلونه الاسباني لضم كريم بنزيما، وخضع كريم بنزيما لكل الفحوصات الطبيه في نادي برشلونه. قريب جدا لارتداء تيشيرت نادي برشلونه الاسباني، ولكن كان هناك علاقه صداقه كريم بنزيما ورئيس عصابه في ليون. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. تعلم نادي برشلونه بهذه الصداقه، وتخوف المسؤولين في نادي برشلونه من سلوك كريم بنزيما وتاثيره على مشوار اللاعب مع برشلونه، وتوقفت المفاوضات في اللحظه الاخيره. واستكمل كريم بنزيما مشواره مع ليون. وفي صيف عام 2009 وبعد توصيه من الاسطوره زين الدين زيدان تقدم نادي ريال مدريد الاسباني بعرض لضم الحكومه كريم بنزيما، وبالفعل تنجح مفاوضات نادي ريال مدريد مع ليون وينضم بنزيما لنادي ريال مدريد ويدفع ريال مدريد 35 مليون يورو لضم الحكومه. وانضم بنزيما للريال بعد ان شارك مع نادي ليون في 148 مباراه وسجل 66 هدف، وفاز بالدوري الفرنسي 4 مرات على التوالي، وفاز ايضا بكاس فرنسا عام 2008. وبدا كريم بنزيما مشواره مع نادي ريال مدريد وكون ثنائيه قويه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. واتهم كريم كثيرا بانه يعيش في ظل رونالدو الذي كان يبني المدربين خططهم على خدمه الدون. وتحول كريم بنزيما من مهاجم الى صانع العاب، فقط وظيفته هي صناعه الالعاب وخلق المساحات لرونالدو الذي كسر كل الارقام القياسيه ولم يعطى اي لاعب فرصه لسحب النجوميه منه. اصبح كريم بنزيما هو اكثر لاعب صناعه الاهداف لرونالدو. ونجح كريم بنزيما في التعاون مع رونالدو لخدمه الريال. في فرنسا واجه كريم بنزيما مشاكل كبيره مع القضاء بسبب اتهامه في قضيه اخلاقيه مع زميل له بالمنتخب الفرنسي. قال عنه مدرب المنتخب الفرنسي انه غير صالح للانضمام للمنتخب. كريم من المشاركه مع المنتخب الفرنسي في يورو 2016 وكاس العالم 2018 التي فاز بها المنتخب الفرنسي، حتى جاء عام 2018 وانتقل كريستيانو رونالدو لنادي يوفنتوس الايطالي، الرجل الذي يسرق الاضواء من الجميع. وينفجر كريم بنزيما مع الريال. اراد كريم بنزيما ان يثبت للجميع انه الافضل في العالم. ولد كريم بنزيما من جديد، اصبح نجم مدريد الاول، جمع بين المهاره والقوه والسيطره على الكره، اصبح لديه قوه انفجاريه اكبر الجميع ان ينظر له، قائد جديد للفريق الملكي. اصبح كريم بنزيما هو الشمس التي تدور حواليها كواكب مدريد. قال عنه الاسطوره زين الدين زيدان انه الافضل وانه يملك مكانه في المنتخب الفرنسي. وفي عام 2020 اجبر بنزيما الرئيس الفرنسي بتوجيه توصيه بعوده كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي بعد 6 اعوام من حرمانه من ارتداء تيشيرت الديوك. وفي عام 21-22 استطاع كريم الفوز مع الريال بالدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا بعد الفوز على ليفربول في المباراه النهائيه 1-0. كان كريم بنزيما هو نجم الفريق الاول هذا الموسم والاكثر تاثيرا في احراز هذه الالقاب. هذا الموسم هو الافضل في مسيره كريم بنزيما حتى جاء يوم الثلاثاء 18 اكتوبر عام 2022 وكان عمره وقتها 34 عاما و10 شهور. يفوز الحكومه كريم بنزيما لاول مره بلقب افضل لاعب في العالم وسلمه الجائزه الاسطوره زين الدين زيدان. وبعد فوز كريم بنزيما بالجائزه انه يتطلع لخوض مباراه كاس العالم 2022. وشارك بنزيما مع ريال مدريد حتى الان 596 مباراه وسجل 316 هدف، وهو ثاني هدافين ريال مدريد التاريخيين بعد الدون كريستيانو رونالدو. حقق كريم بنزيما مع الريال حتى الان 23 بطوله. لازلنا ننتظر من كريم بنزيما المزيد من التالق سواء مع ريال مدريد او المنتخب الفرنسي في كاس العالم 22. انتهت قصتنا مع افضل لاعب في العالم الحكومه كريم بنزيما. انتظرونا في حلقه جديده واسطوره جديده. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك وفعل الجرس واشترك في القناه. السلام عليكم.